شاعر من اليمن. طرب الفؤاد لطيف روضة غاشي، والقوم بين أباطح وعشاش. إني اهتديت ودون أرضك سبسب، قفر وحزن في دجى ورشاش. أدعوك روضة رحب واسمك غيره، شفقا وأخشى أن يشي بك واشي. وضاح. نعم وضاح، وضاحك يا روضتي الحبيبة. متى جئت وكيف؟ منذ ساعة على ظهر جوادي الأشقر. أين كنت؟ لقد بحثت عنك كثيرا. كنت في الوادي أبحث عن بعض الأعشاب لدواء أمي. لماذا جئت يا وضاح؟ سلي هذه الحمام تخبرك لماذا جئت. إني تهيجني إليك حمامتان على فنن، الزوج يدعو إلفه فتطاعم حب السكن. أخشى أن يراك أحد من أهلي فتكون الطامة. لقد علموا بأمر محبتنا وبأشعارك فيه، وصاروا يتوعدونني بالقتل إن أنا حدثتك أو لقيتك. هيا اذهب يا وضاح، اذهب الآن ريثما ينسوا هذا الأمر، أرجوك. وهل خرجت من صنعاء إلى هنا وقطعت الأميال والأيام لكي أذهب؟ وماذا تريد إذن؟ ماذا أفعل أنا؟ اسقي خليلك من شراب لم يكدره الدرن. الريح ريح سفرجل والطعم طعم سلاف دن. لو شاهدونا هكذا لقتلونا. أرجوك اذهب الآن، هيا أرجوك. لا تخافي، لديهم من يشغلهم عنا الآن. ماذا تقصد؟ لقد جئت بأخي سماعة وابن عمي محمود ليخطبوك لي منهم. حقا؟ هل أنت جاد فيما تقول؟ هل حقا جاءوا لخطبتي لك؟ وهل كنت مازحا في محبتي حتى أكون مازحا في خطبتي؟ لا، ولكن لا تقولي لكن، بعد قليل سيأتيك الخبر اليقين. وضاح. يا ويلي، لقد رآنا. لا تخافي، إنه ابن عمي محمود. ها يا محمود، ماذا قالوا؟ ما هي شروطهم وماذا يريدون؟ قل لي متى يكون الزواج؟ هيا نمضي الآن، سماعة بانتظارنا في الطريق. خبرني أولا، هل وافقوا أم لا؟ لا شك أنهم قد وافقوا بترحاب، أليس كذلك؟ لا، لم يوافقوا. ماذا تقول؟ لماذا؟ اسأليهم أنت لماذا لم يوافقوا، واسألي ابن عمك مالك الذي صرت خطيبته وستصبحين زوجته عما قريب. ماذا تقول؟ ما هذا؟ لقد داخت روضة. وضاح اليمن عبد الرحمن بن إسماعيل بن داذ بن أبي جمد من خولان بن عمرو بن معاوية الحميري، أحد شعراء العصر الإسلامي في أيام الدولة الأموية، وأحد رموز المدرسة المدنية في ذلك العصر. نشأ بضاحية شعوب إحدى ضواحي صنعاء، متفرغا للحب، ميسور العيش وموفور الجمال. ألزم بالقناع خوفا من فتنته، وأحب فتاة اسمها روضة، هي لصيقة اسمه، شهيرة بالحسن، محبة للشعر، ميسورة العيش مثله. لقب بوضاح اليمن وهو صغير، وذلك بعدما مات والده، وأرادت أمه أن تتزوج برجل من قومها وهو معها، فقام عمه فنازعها عليه هي وأهلها، وأقام البينة أمام الحاكم الذي حكم برده إلى أهله، قائلا وهو يمسح على رأسه: اذهب فإنك وضاح اليمن. هذا الذي نقرأ بعضا من صفحاته الآن. أيا روضة الوضاح يا خير روضة، لأهلك لو جادوا علينا بمنزلي. رهينك وضاح ذهبت بعقله، فإن شئت فاحييه وإن شئت فاقتلي. وضاح.
روضة، هل هذا صوت روضة؟ نعم، روضة يا وضاح، روضة حبيبتك. هل حقا أنت روضة؟ نعم روضة يا وضاح، روضة. لا في عليك يا حبيبتي، كيف استطعت المجيء إلى هنا؟ كيف؟ رأيتك قد نسيتني ولم تعد تأتي إلي، فغامرت وأتيت أنا إليك. أهلا بك ضيفا كنت أو حقيقة. ما أشوقني إليك يا حبيبتي. اقتربي اقتربي لتسمعي خفقان قلبي وارتعاشات يدي التي كانت تنام على خاصرتك. تعالي. افتح لي ذراعيك وضمني إلى صدرك. إنني أشعر بالبرد، أدفئني. هاك ذراعي وصدري وروحي وفؤادي. تعالي. وضاح؟ ها؟ من أنت؟ أنا محمود. مع من كنت تتحدث؟ مع كانت هنا. أين ذهبت؟ أما زلت تسلي نفسك بالوهم؟ ألم تعقل بعد؟ إنها قد تزوجت ومضى على زواجها سنوات، وقد تكون سعيدة مع زوجها الآن. لا، ليست سعيدة مع زوجها. لقد رأيتها شاحبة الوجه وعلى عينيها هالة من السواد. هذا ما تتخيله أنت، أما الحقيقة فشيء آخر. لا يا محمود، لا. حواسي لا تكذبني حتى وإن كان الأمر خيالا. بإذنك. إلى أين؟ سأرحل. إليها؟ لا أدري. ما رأيك لو ترحل إلى الموسم مثل ما كنت تفعل من قبل؟ ستلتقي هناك بالمقنع الكندي والطائي وكثير عزة وغيرهم من الشعراء. ماذا قلت؟ هل ترحل إلى هناك؟ لا أدري يا محمود. المهم هو أن أرحل إلى أي مكان. فعلى بركة الله. إذن هيا لنستعد. أنا أيضا سأذهب معك. هيا. جعلتني أتخبط في الطريق وحدي. أين كنت؟ عرجت لأستيقن من خبر روضة الذي أخبرنا به ذلك الرجل صباح اليوم. وهل صدقت أنها قد جدمت ونقلت إلى وادي المجذومين؟ ولماذا يكذب علي؟ ثم إن إحساسي يقول بأنها مريضة إن لم تكن مجذومة. عموما وادي المجذومين أمامنا في الطريق، فعرج عليه لتتأكد بنفسك أنها ليست هناك. إنه فقط أراد إقناعك عندما رآك ما زلت تسأل عنها. لابد أن أتأكد بنفسي من ذلك، لابد. روضة، هل هذه روضة زهرة الربيع الفواحة صارت مجذومة وفي هذا المكان الموحش؟ أوه، يا له لما أرى. وضاح. نعم، وضاح يا روضة، وضاح. كيف حالك يا وضاح؟ لماذا جئت إلى هنا؟ جئت لأراك يا حبة القلب، أراك وأخذك معي. تعالي هيا. كلا، لن آتي معك. هيا اذهب من هنا. دعني لوحدي واذهب. اذهب أرجوك، أذهب؟ هيهات يا روضتي، هيهات. كيف أذهب؟ قلت لك اذهب أرجوك، اذهب، وإلا قتلت نفسي بهذا العود المسنون. هيا
اذهب يا وضاح. روضة، ما هذا؟ أقسم إن لم تذهب لأقتلن نفسي الآن. هيا اذهب، اذهب يا وضاح. ما هذا؟ الناس من حجاج وافدين هنا في مكة يذرعون الأرض منذ الصباح وأنت ما زلت نائما. وضاح، وضاح، ماذا تريد يا محمود؟ ماذا تريد؟ قم يا رجل، هناك من يسأل عنك بباب الخيمة. من يكون؟ أنا يا وضاح، صديقك ورفيق شدوك. أنت كثير بن عبد الرحمن، كثير عزة. اعذرني يا صديقي، وصلت البارحة ولم أسأل عنك، كنت متعبا للغاية. أهلا بك، أهلا. لا عليك يا صديقي، لا عليك. هيا هيا، قم معي الآن. هيا. إلى أين؟ أم البنين تريدنا في الحال. هيا. أم البنين زوج الخليفة الوليد بن عبد الملك، هل هي هنا في مكة؟ نعم، إنها هنا وتريدنا في الحال، أنا وأنت، وبدون أن يعلم أحد بذلك. في الحال. هيا هيا. لحظات وأكون مستعدا. أين قناعي وعسيبي؟ سبحان الله، أخيرا أخيرا عادت الابتسامة المشرقة إلى وجه وضاح بعد سنوات من الجفوة. ما هذا يا وضاح؟ انزع هذا القناع عن وجهك لنراك كما ترانا. هيا. اعذريني يا مولاتي، لقد شغلت بك عن نفسي. أف له من قناع. هل سمعتم بكتاب الخليفة الوليد الذي يتوعد الشعراء إنهم ذكروني أو تعرضوا لي أو لأحد جواري في أشعارهم؟ إنه زوجك يا مولاتي، وله أن يغار عليك ويتوعد كل من يتعرض لك أنت بالذات. وهل أخبرك كثير بما طلبته أنا منكما لتخالف أمر الخليفة؟ اعذريني يا مولاتي، أنا لم أجرؤ على ذلك، وما قلت جعلته في جاريتك غاضرة هذه. فاكتبه في رقعة وناولها لتحتفظ به في صندوقها. خذيه يا غادرة. وأنت يا وضاح اليمن، ماذا قلت؟ قلت لا، بل أقول يا مولاتي: نعم. ترجل وضاح وأسبل بعدما تكهل حينا في الكهول وما احتلم، وعلق بيضاء العوارض طفلة مخضبة الأطراف طيبة النسم. إذا قلت يوما نوليني تبسمت وقالت معاذ الله من فعل ما حرم، فما نولت حتى تضرعت عندها وأعلمتها ما رخص الله في اللمم. لو أعلم بأنني سأقول مثل هذا القول لما ترددت حتى لو قتلني الخليفة. أحسنت يا وضاح، أحسنت. قد والله صدق ظني بك. ماذا يا مولاتي؟ أخبريه يا غاضرة، أخبريه ماذا قلنا عنه عندما رأيناه بالأمس، وما نويت أن أصنع له عند الخليفة إن هو ارتحل معنا إلى دمشق عاصمة الدولة. تذكرت. لقد قالت مولاتي بأنها سترفدك عند مولاي الوليد وتقوي أمرك إن أنت طاوعتها وقدمت إلى دمشق. ستكون في ضيافتي ومحط عنايتي ورعايتي يا وضاح. ماذا قلت؟ لو لم تكن إلا الأخيرة هذه لسعيت إليها ولو في أطراف الأرض. أتقصد ضيافتي وعنايتي لك؟ إن شئت أحطك بها من الآن. ماذا قلت يا وضاح؟ أقول في القلب منك جوى المحب وراحة الصب الشفيق، هذا يقود برمتي قودا إليك وذا يسوق. الآن طابت نفسي. إذن فأنت معنا وفي قافلتنا إلى دمشق من الآن. هاتي شراب التين البارد يا غاضرة، هاتي.
ما هذا اليوم المجدب؟ أين هم الشعراء؟ هل نردهم يا مولاي؟ لا، ليس هؤلاء. لقد سئمت من الرتابة والقول المصطلح. أريد أن أسمع قريحة جديدة تطرب لها روحي وسمعي. أين هم؟ بقي في المجلس كثير عزة ووضاح اليمن يا مولاي. هل تريد سماعهما؟ وضاح اليمن؟ إني لم أره من قبل. أين هو؟ بين يدي مولاي وتحت أمره. سبحان الله، لم يخطئ من أمر بقناعك. قل لي يا وضاح. نعم يا مولاي. هل شعرك يشابه شكلك أم كل قول يقصر أمام مناقب مولاي وصفاته؟ الذي يكون هذا رده لابد وأن شعره أجمل وأبلغ. هات يا وضاح، أسمعنا ما لديك. صبا قلبي ومال إليك ميلا، وأرقني خيالك يا أثيلا. دعينا ما أممت بنات نعش من الطيف الذي ينتاب ليلا. الله. ولكن إن أردت فصبحينا إذا أمت ركائبنا سهيلا. جميل يا وضاح، جميل. إذا سار الوليد بنا وسرنا إلى خيل نلف بهن خيلا، وندخل بالسرور ديار قوم ونعقب آخرين أذى وويلا. أحسنت يا وضاح، أحسنت. ما كذب من وصفك لي ولم يبالغ في ثنائه عليك ووصايتي بك. قل لي يا وضاح، أما زلت تتذكر روضة وتهواها؟ روضة؟ من أخبرك بها؟ لا يهم، المهم أنني علمت بكل شيء. فأخبرني، أما زلت تتذكرها؟ لو قيل يا وضاح قم فاختر لنفسك أو تمن، لم أعد روضة والذي ساق الحجيج له البدن. ونحن يا وضاح، ألم تجد لدينا ما ينسيكها؟ إنك من بعث في نفسي أملا متجددا في هذه الحياة. ولكن يا مولاتي، ولكن ماذا يا وضاح؟ كالطيف وافق ذا هوى فلها به، حتى إذا ذهب الرقاء أضله. فكيف وجدت الوليد وحاشيته؟ وكيف حالك معه؟ فوق ما كنت أحلم به. لقد قربني إليه واستحسن شعري وحديثي، وأجازني بالعديد من جوائزه وكرمه. إذن فلي أن أقتطف زهور شعرك الذي جعل الألف مجمعنا في هذا المكان الممنوع على غيرك دخوله. وقوف مولاتي معي في تلك الظروف الصعبة التي مررت وأمر بها يجعلني أوقف شعري كله لمولاتي. ليتني كنت خارج قيود هذا القصر لأستمعك متى شئت وكيفما أريد. لا أدري لما كل هذا التكتم في دخولي وخروجي من هنا، رغم ما تحمله مولاتي من العفة والإجلال. هكذا هي قصور الخلافة، موصدة أمام كل غريب، حتى وإن كان أنوسا طيبا مثلك. مولاتي مولاتي! ويحك، ماذا هناك؟ مولاي الوليد قادم إلى هنا. ماذا تقولين؟ سأذهب أنا إذن. لا، ادخل هنا، أصلحي مكان مولاك بسرعة، هيا. طال مقامنا بالشام يا وضاح، ومضت علينا مدة طائلة هنا. ألم تشتاق إلى الأهل والوطن والصحبة في شعوب وصنعاء وما حولها؟ بلى والله يا محمود، اشتقت كثيرا كثيرا جدا. ما دمت كذلك فلماذا لا نعود ونهنأ بقرب الأهل والصحبة هناك؟ إنك لست في حاجة إلى المال أو التكسب بالشعر كهؤلاء الشعراء هنا. ما جئت إلى هنا متكسبا أو راجيا للمال والشهرة يا محمود،
وإنما جئت لأدمن جراح هذا القلب المكسور في صدري. إنك تعيش في غربة وترف لا جدوى منهما، فإلى متى؟ لقد أوقفت عمري للحب وللشعر والجمال، ولا أطمع في سواهما. وهذا الخليفة الذي أصبح واجدا عليك بعدما سمع بشعرك في زوجته وتغزلك بها، ماذا ستصنع معه؟ كلها أيام وينسى هذا الأمر، وتعود حظوتي عنده كسابق عهدها. وكيف ينسى وأنت ما زلت تتردد على أم البنين بين الحين والآخر؟ خفض صوتك، إنه سر لا يعلمه إلا أنت، ولو علم به الخليفة لقطع. إن عواطفك تجرك إلى هوية لا ندري أين قرارها يا ابن عمي، فتعقل. إنها عواطف بريئة ليس فيها ما يستحق كل هذا الخوف أو الحذر يا محمود. إنهم دون شك يتربصون بك، وأخشى أن يوقعوا بك. لو أرادوا رأسي ما عجزوا عني، فمن أنا ومن هم؟ إن لهم حسابات قد لا نعقلها نحن، فاحذر. حسن، لا تقلق، سأحذر. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هل أوصلت الجواهر إلى مولاتك أم البنين كما أمرتك؟ نعم يا مولاي، أوصلتها بأمانتها. وهل لاحظت أو رأيت شيئا كما أمرتك؟ نعم يا مولاي، رأيت وضح اليمن هناك. اخفض صوتك ويحك، ستفضحنا. المعذرة يا مولاي، لقد رأيت وضح كفى. اذهب الآن وراقب المكان جيدا حتى ألحق بك. هيا. تبا له من خادم، لقد أزعجنا وكدر صفو لقائنا، لسوف أشبعه ضربا. ألا تعتقدين بأنه قد يخبر الوليد عن وجودي هنا؟ وهل يجرؤ؟ وضحوا على حق يا مولاتي، لقد دخل فجأة ثم طلب منك قطعة من المجوهرات التي أرسلها مولاي، وهذه جرأة غير معهودة منه يا مولاتي. لئن كان ما تظنانه صحيحا فإن الوليد قادم إلينا الآن. إذن فعلي أن أخرج الآن. وهل تظن الوليد سيترك مخرجا دون مراقبة؟ فما الحل إذن؟ أدخل هذا الصندوق ريثما نستوضح الأمر. هنا؟ أي هيا. هو أنت يا غاضرة، اخرجي وانظري إن كان مولاك قادم أم لا. تبا له من خادم، لقد كان يرقبنا من ثقب الباب. يا ويلي، لقد جاء مولاي. لقد استوقفه الخادم يحدثه. أخشى. كفى، امسكي أعصابك، لا وقت لدينا للقلق. هاتي هذا المشط. السلام على أم البنين والرحمة. وعلى مولاي السلام ورحمة الله وبركاته. أي ربيع حل على الدنيا حتى قدم مولاي علينا في هذه الساعة. أردت أن أعرف إن كانت قد أعجبتك الهدايا التي أرسلتها لك قبل قليل أم لا؟ مجيء مولاي أحب إلي من مجوهرات الأرض بكاملها. تفضل يا مولاي. يا ويلي، لقد جلس على الصندوق. أراك تفضلين هذا البيت على غيره من بيوتك في هذا القصر. ما الذي يعجبك فيه؟ لا شيء يا مولاي، سوى أنه يجمع حوائجي كلها فأتناولها من قرب كلما أريد. هذا واضح، إنه مليء بالصناديق. هبي لي صندوقا منها. كلها لك يا أمير المؤمنين. لا أريدها كلها، أريد واحدا منها فقط. فخذ أيها شئت. أريد هذا الذي أجلس عليه، لقد أعجبني شكله. خذه يا أمير المؤمنين، إنه لك. أنت أيها الله. لبيك يا مولاي، ورهن إشارتك. أحضر من يحمل معك هذا الصندوق إلى مجلسنا. هيا. أمر مولاي.
هل أتممتم الحفرة التي أمرتكم بحفرها في مجلسي؟ نعم يا مولاي، أتممناها ثم رمينا بالصندوق فيها كما أمرت. إنها عميقة جدا. أيها الحراس. نعم مولاي، أمر مولاي. أردموا هذه الحفرة وأعيدوا بساط المجلس. هيا اسرعوا هيا. أتبكين يا مولاتي؟ بكاء ثكلى لا تستطيع أن ترفع صوتها يا غاضرة. إن عيونك تنهمر بالدموع وبغزارة يا مولاتي. على فقيدها الذي لم يكن لها منه سوى متعة النظر لا سواها. له الله يا مولاتي. ولنا الله يا غاضرة. شاعر من اليمن. قام بالأدوار الفرقة الوطنية للمسرح. التسجيل والمونتاج عبد الله حسين العنمي. مساعد المخرج محمد يحيى الحلالي. مع تحيات جمال عبد الله الرميم وطاهر الحرازي.